أنا وحشتني، أنا اشتقت لي. يمكن الكلمة دي مش بنستخدمها كتير في حياتنا، أو يمكن ما استخدمناهاش خالص قبل كده، بس عارفين امتى بنحتاج ان احنا نستخدمها قوي؟ لما بنلاقي نفسنا ان احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنجري ونتعب ونسعى ومش عارفين احنا فين من ده كله، احنا نفسنا في ايه، احنا عايزين ايه، احنا ممكن نحقق ذاتنا ازاي. انت هتلاقي نفسك حرفيا محتاج الكلمة دي، محتاج تقول أنا وحشتني. لما تلاقي نفسك طول الوقت بتفكر في الناس والدنيا اللي حواليك، بتفكر ازاي ترضي الجميع، بتفكر ازاي ان انت توفر مستلزماتك واكلك وشربك، وازاي تكمل شهرك على خير من غير ما حد ينتقدك او حد يعيب عليك او حد يقول كلمة وحشة في ظهرك. لكن فجأة هتقف وتقول انا فين من كل الدوشة دي، انا محلي فين من الاعراب، انا مش عارف انا فين وانا عايز ايه ولا انا نفسي في ايه. هتوصل لنقطة بجد تقول فيها أنا فين؟ أنا وحشتني. هتلاقي نفسك بتقول لنفسك أنا عايز إيه؟ أنا نفسي في إيه؟ أنا محتاج لإيه؟ أرجوكوا خففوا السرعة دي شوية وهونوا على نفسكوا وخففوا رتم حياتكوا، وابدأوا كل واحد دلوقتي وهو بيتفرج على الفيديو ده يركز في نفسه ويشوف هو فين، هو محتاج لإيه؟ إيه اللي ناقصه؟ كل واحد فيكم لازم يفكر ازاي يحضن نفسه شوية، ازاي يهتم بنفسه شوية زيادة زي ما بيهتم بكل اللي حواليه، لاننا ببساطة محتاجين لنفسنا قوي اكتر ما احنا محتاجين لأي حد تاني. فلازم نحب نفسنا وندعمها ونقدرها. وحشني نفسي زمان قوي، وحشنا اشوف روحي مفيش فيها الوجع جايب ظروف. وحشني بالي